مستجدات ستكون لأول مرة في كأس العالم 2026. بالنسبة للتحكيم، قانون التسلل الجديد لا يعتبر اللاعب متسللا إلا إذا تجاوز المدافع بكامل جسده وليس بجزء منه فقط كما هو معمول به حاليا. أما بالنسبة لمراجعة تقنية الفار، فيمكن للفار أن يعالج حالات البطاقات الصفراء الثانية، الركنيات الخاطئة، وعند تطبيق مبدأ الأفضلية وتسجيل الهدف لا ينذر اللاعب المخالف حتى لو حرم المنافس من تسجيل هدف محقق. غرفة الفار هذه المرة لن تكون داخل الملعب، بل سيتواجد جميع حكام الفار في مركز التحكيم الدولي بدالاس بأمريكا، والتواصل مع الحكام الرئيسيين داخل الملعب سيكون عبر ألياف بصرية عالية السرعة مع عرض ومراجعة اللقطات مباشرة من المركز. أما بالنسبة لإنتاج ونقل المباريات، سيكون من المركز البث في دالاس بدلا من حافلات النقل التي ستتواجد خارج الملعب كما هو معمول به حاليا. أما في بروتوكول النشيد الوطني، أما أثناء عزف النشيد الوطني لكل منتخب، تدخل بعثة المنتخب الوطني كاملة إلى وسط الملعب، وسيتم عرض علمين عملاقين لكل منتخب على أرضية الميدان. أما فيما يخص قوانين التبديلات واستئناف اللعب، على اللاعب المستبدل أن يغادر الملعب في غضون 10 ثواني. أما في حال التأخر لا يسمح للاعب البديل بدخول الملعب إلا بمرور دقيقة واحدة، مع إعطاء مهلة 5 ثواني فقط لرمية التماس وركلات المرمى. أي تجاوز المدة يؤدي إلى فقدان استحواذ الكرة. وفي هذا المونديال سوف تكون فترة راحة في كل شوط مدتها 3 دقائق في كل شوط، وبهذه القوانين الجديدة سيعطي المونديال تنوعا آخر وبداية جديدة في قوانين التحكيم في كرة القدم.